هحكي لكم النهاردة قصة قصيرة حزينة. فضل الجنيه المصري لأكتر من 60 سنة من أعلى عملات العالم قيمة، كان بيتفوق على الاسترليني والدولار الأمريكي. عند إصدار أول جنيه ورقي سنة 1899 كانت قيمته تساوي 7.4 جرامات من الذهب، وكان ممكن يشتري 1000 كيلو لحمة بدون مبالغة. وفي سنة 1945 أصبحت قيمته تساوي 5 دولارات، يعني الدولار الواحد بيساوي 20 قرش. في الوقت دوت كان الجنيه يقدر يشتري 25 كيلو لحمة. وفي سنة 1990 بقت قيمة الواحد دولار بتساوي 83 قرش، وكيلو اللحمة بيساوي 20 جنيه. وفي سنة 2016 بدأ الجنيه ينهار، والتدهور السريع والتاريخي في سعر الصرف يحصل، فبقى الواحد دولار أمريكي بيساوي 18 جنيه مصري، وكيلو اللحمة وصل 100 جنيه. أما النهاردة بقى ووقت تسجيل الفيديو دوت الدولار بيساوي 31 جنيه السعر الرسمي. أما سعر التداول في سوق السودا فمعدي 60 جنيه، وكيلو اللحمة وصل ل 400 جنيه. والله أعلم بعد ما أقفل الفيديو هيكون وصلوا لكام.